السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الشيف منصور في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما، وكل عام وانتم طيبين. خلاص السنة 2023 قربت تخلص على خير، فهنحب نقدم شوية أكلات سريعة وبسيطة من مكونات سهلة وبسيطة جدا. هوريكم دلوقتي أنا لسه عامل ايه، وقررت أغير من الطريقة دي وأعملها بشكل جديد دلوقتي. هنا حضراتكم زي ما انتم شايفين، ده طبعا كلنا عارفينه، الشعب المصري، الكرنبيط المجلي الجميل اللي بنعمله في البيت لأي ست مصرية. ده حجم الكرنبيط طبعا على حسب التقطيعة. فأنا خدت حاجة من الكرنبيط وهعمل لكم طبق النهاردة إن شاء الله يعجبكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما حضراتكم شايفين أنا اخترت 3 أو 4 من الكرنبيط بعد السلق، طبعا ده مسلوق، فاخدتهم وقلت هعمل منهم طبق النهارده مع 3 من الخرشوف. زي ما حضراتكم شايفين لسه هنضفه دلوقتي وهقطعه عشان هنعمل كله مجلي ما عدا البسلة والجزر. زي ما حضراتكم شايفين هنعمل كريمة مع بعض، فهنحطهم على النار يغلوا لمدة 5 دقايق 10 دقايق بكتيره، وهنصفيهم ونفرمهم مع بعض ونعمل كريمة جميلة جدا بالبسلة والكاروتة، يعني بالجزر والبسلة. وهنا هنحتاج برضك اللي هو عيش التوست او اي عيش عندنا مطحون، بيضة، جبنة رومي زي ما حضراتكم شايفين. هوريكم دلوقتي خطوة بخطوة، خليكم معانا. فيا ريت اللي مش مشترك في القناة يتفضل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل شيء جديد هنعمله مع بعض. عشان ما اطولش عليكم هبدأ الفيديو وهلخص في الفيديو خطوة بخطوة. هحط كريمة البسلة والجزر على النار لمدة 10 دقايق زي ما قلت لكم، وهجهز في الخرشوف عشان هنعمل كله مقلي مع بعض، وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، خليكم معايا. هنا هنظبط يا حبايبي الخلطة اللي هنعمل فيها الكرنبيط والخرشوف. هوريكم دلوقتي انا قطعت الخرشوف ازاي ونضفته، وهنبدأ نعمله على طريقة البانيه او بالمنظر ده. هننزل بيه بالشكل ده، وطبعا في عيش التوست، انا بسميه عيش التوست. هنجيب الواحدة بالمنظر ده ونعمله كده اهو، وبنجليه في الزيت لحد ما بياخد اللون الذهبي الجميل، وبيدينا نتيجة هتشوفوها في نهاية الفيديو. هعملهم كلهم وهوريكم دلوقتي عشان نكمل مع خلطة الكرنبيط بتاعتنا. هنا يا حبايبي ده الخرشوف بعد ما عملته زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي ولعت على الزيت وهنبدأ نجليه مع بعض ونخليه ياخد اللون الذهبي الجميل. دي الكمية اللي انا عملتها، 3 من الخرشوف. هنبدأ دلوقتي نعمل بيضة كمان، وهنجيب الكرنبيط بتاعنا اهو بالمنظر ده، وهنحطه زي ما حضراتكم شايفين. خليه يشرب كويس من البيض، وهاجي في عيش التوست اهو بالطريقة دي من غير ما ندوس ولا اي حاجة، بس ياخد حبة بسيطة من العيش بتاعنا المطحون. بحاول اوضح لكم على قد ما اقدر بالمنظر ده، وهنجليه في الزيت لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل، وهوريكم النتيجة. خليكم معايا. دي نتيجة الكرنبيط على الطريقة الجديدة زي ما قلت لكم دلوقتي، لسه طالع من الزيت.
فهبدأ اجلي الخرشوف بتاعي اللي عملته، وبعدين نقدم الطبق. وطبعا هفرم الجزر والبسلة زي ما وريتكم في بداية الفيديو، وهنشوف النتيجة بتاعت النهاردة. يا رب تعجبكم، خليكم معايا لحظة بلحظة. وهنا طبعا ده الخرشوف بعد ما طلعته من الزيت دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. هنحط له حبة ملح بالمنظر ده، حبة من الشبت. ده بيتقدم على السفرة كده، بس احنا النهاردة مع طبق الكرنبيط والخرشوف والبسلة والجزر، الكريمة الجميلة اللي هنعملها دلوقتي هفرمها واوريها لكم. هتشوفوا النتيجة والطبق عامل ازاي على بعضيه. بس لو عايزين نعمل الخرشوف لوحده مقلي بالمنظر ده، شكله جميل جدا جدا. وهنا زي ما قلت لكم ده الكرنبيط جاهز، هنضيف له كمان حبة من الشبت بالمنظر ده. وهنا طريقة التقديم، طبعا لو هنقدم للضيوف ده لوحده جميل جدا جدا مفيش اي مشكلة، والخرشوف لوحده بالمنظر ده حاجة تفتح النفس بصراحة. وهروح اعمل الكريمة بتاعتي عشان نقدم طبق النهاردة. خليكم معايا عشان نشوف النتيجة. ودي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده الكريمة بتاعت البسلة والجزر مع بعض بعد ما اتسلقوا لمدة 10 دقايق في مية وملح. لسه فرمهم دلوقتي وضفت لهم زي ما حضراتكم شايفين المنظر ده. وهنبدأ نحط الكرنبيط بتاعنا كده. ضفنا كرنبيط، هنبدأ نحط الخرشوف كده. الطبق بتاعنا خلاص جاهز للتقديم. هنضيف حبة من الشبت زي ما حضراتكم شايفين. واحب اقول لكم ان فيديو النهارده طريقة سهلة وبسيطة خطوة بخطوة زي ما وريتكم، يعني ما خدتش وقت كتير، بس هنعمل أكلة جميلة جدا. حتى في طريقة التقديم شكل جميل ومنظر مفيش أجمل من كده. زي ما قلت لكم حطينا في الأول الكريمة بتاعت البسلة والجزر في المية، وبعدين فرمناها دي من تحت زي ما حضراتكم شايفين اللون الأخضر الجميل. وبعدين جبنا 4 من الكرنبيط اللي فاض معايا من عمل الكرنبيط بتاع النهاردة، وجبت 3 من الخرشوف حجم كبير. انا ما حطيتهمش كلهم طبعا، في شوية كمان فايضين، وعملتهم بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. واحب اقول لكم بألف هنا عليكم، وانتظروا ان شاء الله المزيد والمزيد. هنعمل حاجات تانية كتير مع بعض. يا رب الاكلات تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. شكرا لكم على المشاهدة الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.